جت تعليمات للكابتن محمود الخطيب بإقالة سيد عبد الحفيظ. السلام عليكم. طبعا يا جدعان موضوع سيد عبد الحفيظ هو اللي شاغل كل الناس في الكرة المصرية. انا واحد من الناس مستغرب بشكل مش طبيعي في إقالة سيد عبد الحفيظ، ومش كمان استقالة سيد عبد الحفيظ، لا ده الموضوع عليه مليون علامة استفهام ان هي تبقى إقالة لسيد عبد الحفيظ في موسم تاريخي واستثنائي للنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ مع النادي الاهلي السنة دي محقق ارقام مش طبيعية، طالع كل البطولات النادي الاهلي، مفيش حاجه في الدوره الرمضانيه النادي الاهلي واخدها. طب هو سيد عبد الحفيظ اثر في ايه؟ طب ايه المشكله عند مجلس اداره النادي الاهلي؟ الكلام ده ممكن محدش يقوله لك، ولكن هنا انا هقوله لك. طبعا كل واحد طلع براي، واحد يقول لك والله سيد عبد الحفيظ مشي عشان حسام غالي، واحد تاني يقول لك عشان احمد عبد القادر، واحد تاني يقول لك اصل كان في مشكله في اوضه اللبس مع سامي قمصان، وكل واحد عنده فيلم وقصه، وكل واحد عنده حكايه بيقولها زي ما هو عايز. وجهه نظر المتواضعه واللي انا شايفها واللي هي ربنا يستر وما تركبناش الشريحه، ان سيد عبد الحفيظ جت تعليمات للكابتن محمود الخطيب باقاله سيد عبد الحفيظ، والموضوع كله مرتبط بمرتضى منصور وعياله. اولا كده انا ببارك لجمهور نادي الزمالك العظيم المحترم، خروج سرطان قعد 22 سنه داخل نادي الزمالك، نادي الزمالك الكبير العظيم اللي على مدار 22 سنه محروم من اهم بطوله في التاريخ، وهي دوري ابطال افريقيا في عهد مرتضى منصور. مرتضى منصور اللي ما حققش اي حاجه مع نادي الزمالك غير محاكم وقضايا وديون ووقف كيد وبلاوي متلتله. اولا انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان كل الامور تمشي في نادي الزمالك زي ما اي واحد بيحب الكوره تتمنى ان هي تمشي كوره. انا واحد من الناس من جمهور النادي الاهلي اتمنى اشوف نادي الزمالك في حته تانية. ونرجع لموضوعنا وهو الاهم، اقاله سيد عبد الحفيظ. ليه السؤال ده بيطرح نفسه؟ جمهور النادي الاهلي قام من النوم وهوب لا سيد عبد الحفيظ مش موجود. طب حد عنده اسباب؟ طب حد يطلع يتكلم يقول سيد عبد الحفيظ لو عملت ايه؟ مش هيطلع يتكلم ولا هيقول سبب الاقاله ايه، ولا حتى الكابتن محمود الخطيب. الموضوع كله يا جماعه باختصار ان هنا في كفه راحت في داهيه وفي كفه تانية لازم تروح، فدي قصاد دي والموضوع خلص، وربك يستر والحلقه دي تعدي على خير. عم احمد عبد القادر عامل لنا مشاكل وعامل حوارات على السوشيال ميديا، وتحس ان احمد عبد القادر خلاص الفتره الاخيره دي بقى علاقته بالنادي الاهلي بدات تبقى متوتره، فالموضوع اتنقل الناحيه التانية للجمهور. احمد عبد القادر في صفحات ينزل بوست، فاحمد حط النادي الاهلي في مشكله وحط الكابتن سيد عبد الحفيظ معاه كده ايه حشر. يعني الموضوع كله ملوش علاقه باحمد عبد القادر ولا سيد عبد الحفيظ، ليه علاقه بالموضوع خالص. احمد عبد القادر عقليه من وجهه نظر انا ما تنفعش تلعب جوه النادي الاهلي، وبس كده يا سيدي.